كل الطلاب الأعزاء، معكم مستر محمود رضا. إن شاء الله أشرح لكم منهج الساينس جريد 6 السنة دي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان تشوف الدروس أول بأول. أول درس عندنا cell as a system. هنعرف مع بعض إن شاء الله يعني إيه cell، يعني إيه system، وإيه علاقتهم بالliving organisms. So تعال نبدأ بأول activity كده بسيط، نشوف أنت عارف الحاجات دي ولا لأ. إيه اللي أنت شايفه هنا؟ It's a building، صح؟ مبنى كبير. تقدر تقول لي ايه هي السمولست بيلدينج يونت؟ المبنى ده مكون من ايه وايه اصغر حاجه فيه؟ تقدر تقول لي ايه هو السمولست بيلدينج يونت؟ الوولز. الوولز اللي في المبنى هي اصغر حاجه ولا في حاجه اصغر؟ ايه الحاجات اللي هي عامله زي الريكتانجولار دي؟ بريكس، صح؟ دي اسمها بريكس. والبريكس are the smallest building unit in the building. اصغر حاجه موجوده في المبنى هي البريك، الطوبه. يبقى أصغر حاجة في البيلدينج هي البريك، بنسميها smallest building unit، أو هي البيزك يونت structure. يبقى لما أجي أسألك what is the basic unit structure of the building، هتقول لي إن هي إيه؟ البريك. excellent. طب إيه هي ال smallest building unit in the building؟ تبقى إيه برضو؟ البريك. يبقى إحنا كده فاهمين إن ال smallest building unit دي أصغر حاجة موجودة في المبنى أو في جسمنا. دلوقتي يجي دورك عشان تقول لي what about the living organism like human, plants and even animals. كل دول اسمهم living organism، صح؟ What is the smallest building unit؟ إيه أصغر حاجة في جسمنا؟ Our hand, our arm, eyes, tongue، ولا شعرنا؟ What is the smallest building unit in our body؟ تعال نشوف. Our body، جسمنا مكون من systems. يبقى our body is made of group of systems، مليان systems. اوكي. and each system عنده organ، وكل organ فيه tissue، وكل tissue فيه حاجة صغيرة جدا جدا اسمها cell. يعني الorganisms اللي هو احنا او البلانت او الانيمال، our body made of group of systems. زي ايه systems؟ انت عارف؟ digestive system، وايه تاني؟ respiratory system، ومين اللي خدناه في جريد 5؟ circulatory system. excellent. بعد كده السيستم ده مكون من جروب اوف اورجنز. يعني digestive في mouth stomach right، respiratory في lungs، circulatory في الهارت. بعد كده الاورجن ده made of tissue. عارف حتة الجلد كده اللي انت ممكن تاخدها من ضفرك او صباعك؟ تيشو بسيطة. التيشو ده لو حطيناه تحت الميكروسكوب هنشوف السيل، هنشوفها بس under microscope. يبقى جسمنا مش حاجة واحدة. No. Our body is made of group of systems. وكل system في جسمنا made of group of organs. وكل organ made of group of tissue. And finally, the smallest building unit in our body is the cell. يبقى ايه هي ال smallest building unit in the living organism body؟ The cell. Can you say it again؟ Cell. Excellent. يبقى the building unit أو the basic building unit هي السيل. احنا عندنا plant وعندنا animal. اللي على الشمال دوت اللي لونه بينك ده شكل animal cell، هي irregular shape، مش عندها شكل معين. لكن البلانت سيل هنا عندها definite shape، عندها شكل معين. يعني ايه شكل معين؟ واخده شكل ثابت، شكلها منتظم. انما لو بصينا هنا على الانيمال سيل هنلاقيها مش شبه بعض. يبقى we have different types of cell. اول تايب عندي الانيمال سيل. كل الانيمالز بما فيهم الهيومنز جسمهم مكون من انيمال سيل. والبلانت سيل اكيد طبعا ديت البيلدينج يونت اوف ذا بلانت. لو جيت سالتك what is the building unit of plant، تبقى plant cell ولا animal cell؟ تبقى plant cell. excellent. يبقى عندي animal cell وعندي plant cell. يعني ايه cell بقى؟ قلنا هي البيزك يونت structure، يعني الوحدة البنائية للجسم. جسمنا مكون من cells. اوكي. حلو. طب نعرف يعني السيلز تاني. نعرف ان هي موجودة
في اجسام الكائنات الحيه بس in the living organism. مش هتلاقي فيه سيلز في البلاستيك، مش هتلاقي سيلز موجوده في البريكس. كل الليفنج اورجانيزمز فيهم سيلز. اوكي. وخلي بالك ان هي فيري سمول، صغيره جدا ما تقدرش تشوفها. محتاج ايه بقى؟ مايكروسكوب. محتاج ايه؟ مايكروسكوب. يس، عشان نشوف السيلز الصغيره جدا ديت اللي هي بتكون جسمنا محتاجين مايكروسكوب. طب كل السيلز متشابهين؟ No, they are different. زي ما شفنا في الصورة اللي فاتت، ليهم أشكال وألوان مختلفة. فهم عندهم different in shape and different in size. The cell function. دلوقتي عايزين نعرف السيلز ديت اللي موجودة جوه جسمي، اللي هي صغيرة جدا جدا جدا، هي مفيدة في إيه؟ بتعمل لنا إيه؟ لا، دي بتعمل كتير. أول حاجة الجروينج. السمول سيلز الصغيرة جدا دي هي اللي بتكبر جسمنا وتخلينا نكبر. ما كنا صغيرين بقينا تينيجر، بقينا ادults. كل ده اللي بيخلي جسمنا يكبر ويحصل له جروينج هي السيلز. وبرضه، طب لو اتعورت او انجرحت ايه اللي هيحصل؟ ازاي الجرح ده بيلتئم؟ by the cells. the cells دي بتعمل repairing themselves. يعني ايه repairing themselves؟ ها؟ تعيد بناء نفسها، صح؟ او بتصلح نفسها. بالظبط. مين بيعمل كده؟ السيلز. وبرضه بتساعدنا في الريبروديوسينج. reproducing اللي هي making new babies. ازاي احنا بنخلف واحنا ما عندناش سيلز؟ لا، السيلز هي اللي بتخلينا نخلف وبنولد بسبب السيلز. هي اللي بتكون جسم البيبيهات الصغير دوت. وبرضه responding to the environment. يعني دلوقتي الدنيا حر، صح؟ مين بقى اللي بيعمل ريسبوند؟ بيخلينا نحس بالحر، بعد كده يحصل لها سويتنج، نعرق، او احنا عطشانين عايزين نروح نشرب. مين اللي بيعمل ريسبوند للانفايرمنت اللي حوالينا؟ السيلز بتاعتنا هي اللي بتعمل ريسبوند. فكده عرفنا ان السيل فانكشن عندي فور فانكشنز: growing, repairing themselves, reproducing and respond to the environment. بعد كده، طب السايز اوف السيل ده يا مستر احنا قلنا ما بنشوفوش الا عن طريق الميكروسكوب. طب السايز دوت اللي هو حجم السلة قد ايه؟ انا عندي ممكن تكون very small او very large. وعلى فكرة most او اكترية السيلز very small. طب very small قد ايه؟ between 0.005 مليمتر and 0.1 مليمتر. والمليمتر ده صغير جدا جدا جدا، اصغر من الشعراية. دي صغيرة جدا. طب ازاي بنشوفها؟ we use مايكروسكوب. الانيمال سيل والبلانت سيل هم صغيرين، لكن البكتيريا، البكتيريا بقى اللي تبقى على ايدينا ولا اللي بتبقى على الاكل البايظ، تبقى صغيره جدا جدا جدا، اصغر من الانيمال سيل والبلانت سيل. بنشوفهم ازاي؟ عن طريق الميكروسكوب. طب الفيري لارج سيلز بتكون ازاي؟ الفيري لارج سيل زي الانفرتلايزد بيرد ايج. عارف البيضه؟ البيضه اللي احنا بناكلها، عارف البيضه دي؟ هي بالظبط هي سيل، بس نوت فيرتلايزد. يعني نوت فيرتلايزد يعني مش تدي كتكوت اللي احنا بنقليها ديت. متخيل؟ كل الايج ديت سيل واحده. فانا عندي السايز ما بين 0.005 and 0.1 مليمتر. صغيره جدا جدا جدا، ما اقدرش اشوفها خالص، لازم استخدم ميكروسكوب. طب ماشي، في حاجه اسمها unaided eye. يعني ايه unaided؟ aid معناها مساعده. unaided يعني انت بتشوف بعينك من غير ما تستخدم ميكروسكوب، من غير ما تستخدم عدسه مكبره، من غير ما تستخدم اي حاجه، مجرد عينك. اسمها unaided human eye. اوكي. احنا عينينا بتشوف لحد فين؟ 0.1 مليمتر، ما بنشوفش اصغر من كده. اخرنا 0.1 مليمتر. طب هو قد ايه يا مستر؟ انت عمال تقول 0.1 مليمتر، عمال تقول ارقام، الحاجات دي قد ايه؟ تعال نشوف هنا. شايف الرولر دي؟ ده سنتيمتر. غير اللون. ده سنتيمتر وده سنتيمتر. شايف الشرطة الصغيرة دي؟ دي 1 ملي. انا عايزك تمسك الشرطة الصغيرة دي تقسمها ل 10 شرطات اصغر منها. انت متخيل هتبقى صغيرة قد ايه؟ صغيرة جدا جدا جدا. يبقى الشرطة الصغيرة دي ملي. لا، انا هاخد الشرطة الصغيرة دي واقسمها ل 10 smaller parts، فده اللي هيبقى 0.1 مليمتر.
هي صغيرة جدا جدا جدا. سبحان الله، جسمنا مليان حاجات نكتشفها، نتوهم من عظمة ربنا. دلوقتي هنعمل تشيك بوينت، شوف انت كنت مركز ولا لا. اول سؤال عندنا true or false، بعد كده عندنا choose. The first question is the cells are usually very small. بيقول لك most of the cells are very small. صح ولا لا؟ صح. Excellent. The unaided human eye. Unaided يعني without microscope، مش بنستخدم microscope. Can see the cell of bacteria. نقدر نشوف البكتيريا with our eyes without need to any microscope. No, we can't see. Choose the correct answer. The space is the building unit of living organism. What is the building unit of the living organism body? ايه وحدة بناء جسمنا واحنا والplant والanimals؟ brick, cell, organ or blood? The cell. Excellent. The unaided human eye. يعني ايه unaided human eye؟ هنكررها عشان ما ننساهاش. يعني من غير مايكروسكوب. Yes. Can see object. نقدر نشوف الحاجات لحد كام؟ فاكر الرقم؟ 0.1، 0.005، 0.5، 0.001 مليمترز. نقدر نشوف لحد فين؟ 0.1 بس. Let's continue. دلوقتي السيلز and growth ازاي بتعمل نمو؟ يعني مثلا انت قلت لنا ان هي بتخلينا ننمو ازاي؟ تعال نشوف كده. This our friend, let's call it سلمى. سلمى هنا كانت بيبي. It was a baby. تفتكر جسمها وهي صغيرة كده مليان سيلز؟ طبعا. قد ايه؟ وليكن 1 بليون. 1 بليون رايت. مليار. عندنا مليار خلية في جسمها. طب لما هي بقت كده a girl, a small girl, a child، تفتكر جسمها بعد ما كبر بقى فيه نفس عدد السيلز؟ لا طبعا، حصل له increase. ونقول وليكن 10 billions. طب هي لما راحت برايمري ستيج زيك دلوقتي في جريد 6، تفتكر برضو هل هي نفس الشخص؟ ايوه، بس هل هي نفس عدد السيلز؟ لا، السيلز حصل لها increase وليكن نقول 50 billions. لما بقت teenager 100 billion cells، 100 مليار خلية. طب لما بقت adult 1000 billion. يعني ايه اللي بيحصل when we grow up؟ لما بننمو بيحصل increase زيادة or decrease للسيلز؟ بيحصل increase. Excellent. فأنا عندي in living organism grow as a living organism grow and reproduce, the number of cells increases. النمبر دوت بيحصل له تضاعف وزيادة كل ما بنكبر. اوكي، لحد طبعا ما بنوصل لمرحلة خلاص كده مفيش زيادة، خلاص كبرنا خلاص. طيب والسيلز ديت بتيجي منين يا مستر؟ السيلز ديت لازم تيجي من سيلز كانت موجوده. يعني انا ما اتولدتش كده، لازم انا يكون عندي بابا وماما هم يدوني السيلز. السيلز بتاعتي تكتر ويحصل لها انكريز زي ما انت شايف كده في الGIF، وانا يبقى عندي جسمي واقدر اكبر. وانا برضو لما اتجوز اخلف برضو من نفس السيلز. يعني السيلز مش بتيجي من العدم، مش بتيجي من الهواء، لا، السيلز تيجي من existing cells. يعني البيبي لازم يبقى فيه بابا وماما علشان يكبر. فهمت الحتة دي؟ تمام. طب الليفنج اورجانيزم يعني كده عندي كائنات عندها small number of cells وعندي كائنات عندها big numbers او large number of cells. طب دي بنقسمها ازاي؟ في كائنات عندها one cell بس بنسميها unicellular، وعندي كائنات more than one cell عندها في جسمها more than one cell زي، او هي اسمها multicellular. طب اليونيسيلولار زي مين؟ زي البكتيريا. يبقى البكتيريا جسمها كله فيه one only cell، فيها خلية واحدة بس اسمها بكتيريا، وهي بنسميها يوني سيلر. طب المالتي سيلر أكيد طبعا more than one cell. المالتي سيلر عندها more than one cell زي الهيومن بادي احنا عندنا billions، والبلانتس برضو عنده billions، والانيمالز برضو عنده billions. يبقى احنا عندنا يوني سيلر يعني عندها one cell only like bacteria، او مالتي سيلر زي
human والanimal والplants عندهم more than one cell. اوكي، طب السيلز ديت كلها شبه بعض؟ No. عندي امثله كتير، منهم البرين سيل اللي هي الخلايا العصبيه اللي بتنقل الاشارات من المخ لجسمنا كله. دي بتبقى very specialized، دي متخصصه بس للبرين، ما بتعملش حاجه تانية غير انها شغاله مع النيرفس سيستم. والبلاد سيل دي سيلز شغاله بس مع الاكسجين والبلاد، ان هي تنقل الاكسجين من مكان لمكان. والماسكولار سيل مع our muscular system to contract and relax. يبقى انا عندي different types او كذا نوع من السيلز زي البرين سيل، blood cell and muscular cell. بس البلاد سيل هنا عندنا ليها حاجه معينه. ايه هي الحاجه؟ ان هي ما عندهاش نيوكليوس. يعني ايه نيوكليوس؟ ما عندهاش برين. يعني البلاد سيل ديت هي مجرد بس حاجه زي الاتوبيس بتنقل الاكسجين، ما تعملش حاجه تاني. انما الماسكولار عندها نيوكليوس بتفكر لها، والبرين سيل برضو عندها نيوكليوس. طب هي اصلا محتاجه في ايه؟ محتاجه عشان حاجات كتير. اول حاجه هي عندها نيدز. ايه هي الحاجه اللي محتاجاها يا مستر؟ من اول البيسك نيد اللي محتاجاها، محتاجه اكسجين جاز. ايه ده؟ السيلز بتاعتنا محتاجه اكسجين؟ طبعا، ما احنا بنتنفس ليه؟ يبقى first need is oxygen gas، وتاني need is water. يبقى the basic needs of the cell oxygen gas and water. طب طالما في oxygen gas وووتر يبقى اكيد في wastes. الويستس ديت اللي احنا بعد ما بنتحرك like sweating and all of those and carbon dioxide. يبقى السيل بتاخد الماتيريالز in، takes the material زي ما انت شايف كده في جي اف takes the material in، تاخد الماتيريال زي الاكسجين والووتر to grow and live. وفي الاخر بعد ما بتجرو and live releasing the waste products، بتطلع products like sweating, um, carbon dioxide and all of those. اوكي، طب هي ازاي بتدخل الكلام ده؟ ازاي بتتحكم بمين يخش ومين يخرج؟ تعال الاول اقول لك. شايف السكول ديت؟ ما هو كلنا بنروح المدرسه صح؟ هو اي حد بيخش؟ لا، مش اي حد، الستودنتس بس. يعني احنا عندنا جيت، الجيت ديت البوابه بتاعت المدرسه السكيورتي اللي واقف عليها بيدخل بس طلاب المدرسه، ما بيدخلش حد غير الطلاب واولياء امورهم صح؟ برضو السيل عندنا ديت الانيمال سيل، ده شكلها. الحته اللي بره دي اسمها سيل ممبرين، هي الجيت، البوابه who enters and who leaves. ده وده منظر الجيت اللي هي اسمها سيل ممبرين. اسمها ايه؟ سيل ممبرين. يبقى السيل بتاعتنا بتاع جسمنا عندها جيت، عندها بوابة تحكم مين يخش ومين يدخل، اسمها سيل ممبرين او بلازما ممبرين. تعمل ايه؟ it controls the substance who enter and who leaves. مين اللي بيعمل كده؟ السيل ممبرين او البلازما ممبرين. the cell membrane allows water to enter the cell. give reason. ليه الجيت بتاعت السيل بتاعتنا اللي اسمها سيل ممبرين allows water to enter؟ اشمعنى الووتر؟ ليه؟ مش احنا قلنا الووتر دي it is a basic need صح؟ because the water is a basic need for the cell to live. did you get it؟ فهمتها؟ وبرضه نقول نفس الكلام عن الاكسجين. دلوقتي معانا التشيك بوينت، ودلوقتي نكون خلصنا lesson 1. دلوقتي عندنا write the scientific term question. تعال نبدأ بأول سؤال. The building units of life on earth. مين هو ال smallest building unit in our body? The cells. Excellent. Question number 2. They are living organisms and their body consists of more than one cell. مين الأورجانيزمز اللي عندهم أكتر من خلية؟ عندهم more than one like human, plants and animals. بنسميهم إيه؟ Multicellular. Yes, that's great. Question number 3. They are living organisms that their body consists of only one cell. بنسميهم unicellular. Number 4. Device used to see very small cells. مين الديفايس اللي بنستخدمه عشان نشوف ال very small cells؟ Microscope. Excellent. Number 5.
the gate or who controls the substance who enter and who leave. مين اللي بيتحكم في الكلام دوت؟ cell membrane. Excellent. The gas which the cell needs to get energy. مين الجاز اللي قلنا عليه ان السيل محتاجاه؟ oxygen. Number 7, they are materials that released from the cell. من الماتيريالز اللي بتخرج من السيل بنسميها ايه؟ cell waste. And finally liquid اللي السيل محتاجاه water. Excellent. دلوقتي الفيديو بتاعنا خلص واشوفك ان شاء الله المرة الجاية. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب.